السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهيوات نوفل. وصفتنا اليوم هي عبارة على هذه البلبولة أو كسكسو بالشعير، تيجي على هذا الشكل هذا وتيجي لذيذ جدا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا المشاركة في القناة شهيوات نوفل باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. نتلاقاو مع المقادير وطريقة التحضير. للمقادير غادي نحتاج نصف كيلو من اللحم، شوية بقدونس، 3 حبات بصل مقطعين على هذا الشكل هذا، جزر وبطاطس، طماطم مطحونه، حبه طماطم مطحونه، ملعقتين كبار من زيت المائده. للتوابل غادي نحتاج ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، الملح، الكركم، فلفل اسود، زنجبيل، ونصف ملعقه صغيره من السمن. نحتاج كذلك الى نصف كيلو او 500 غرام من البلبوله او كسكسو ديال الشعير. نبدا على بركه الله. في وعاء نضيف اللحم والزيت، بصل والتوابل، نتركهم فوق النار لمدة 10 دقائق على حرارة متوسطة. ضفت الوعاء فوق النار على حرارة متوسطة، غادي نضيف فيه كوب من الماء الساخن ونغلق على المقادير ونخليها تشحر لمدة 10 دقائق. بعد ما تشحروا جميع العناصر مع بعضها، الآن غادي نضيف قطر من الماء الساخن ونغلق عليها ونتركوها تطبخ لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة الآن نضيف الجزر ونتركه يطبخ لمدة 20 دقيقة. والآن نضيف الخضر الباقية، البقدونس، البطاطس، وانا زدت الكوسة. ممكن تضيفوا جميع الخضر اللي تحبون، ممكن تضيفوا ايضا الفلفل الاخضر او الاحمر الحار. عندي هنا اناء اللي ضفت فيه الكسكسو او البلبوله ديال الشعير، وغادي نضيف فوق منه نصف كوب من الماء ونخلط. عندي هنا وعاء فوق النار فيه ماء يغلي، غادي نحط فوق منه الكسكس ونغلق عليه ونتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. بعد ما ولا ليا بخار يخرج من البلبوله او من الكسكسو ديال الشعير، الان غنعاود نفس العمليه كما درت في الاول. بعد ما خلطت الماء والبلبوله او الكسكسو ديال الشعير، الان غنضيف عليه نصف ملعقه صغيره من الملح ونخلطو، ثم نضيفو في الكسكس ونضيفو فوق الماء او حمام مريم لمده 10 الى 15 دقيقه كما درت في العمليه الاولى. بعد ما دخلت فيها الماء جيدا تتولي على هذا الشكل هذا كما تلاحظوا، تتولي مرخوفه وخفيفه.